السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو كيف نتجنب حدوث آلام أسفل الظهر. أنا عندي ناس كتير جدا بتشتكي يقول لك أنا عندي آلام في القطنية، عندي آلام في الفقرة الخامسة، في الفقرة السادسة، في الفقرة السابعة. كل ده إن شاء الله مش هتلاقي له أي مشكلة لما نعرف إزاي نتجنب هذه المشكلات. بالمناسبة آلام أسفل الظهر ما هيش مرتبطة دلوقتي بمرحلة عمرية معينة، بالعكس دي أصبحت في مراحل عمر مختلفة، بدءا بمرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة، ومرحلة الهرم. يعني ما بترتبطش بمرحلة سنية معينة. النهارده أعزائي المشاهدين دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي التمرينات الصحيحة عشان ازاي احمي فقرات ظهري. تعلمون جيدا ان فقرات الظهر هو العمود الساند لكل جسم، فانا لازم احافظ عليه لانه ثروة غالية جدا جدا علينا. الوقاية خير من العلاج. هنعمل دلوقتي تمرينات معينة ازاي نحافظ بيها على الظهر، ازاي نقدر نقوم من النوم من اول ما نصحى من النوم، ايه الوضع الصحيح ان انا اقوم واتحرك واقوم اقف، ازاي وانا واقف الوقفه الصحيحه بتاعتي، ازاي ايه الوقفه الغلط والوقفه الصحيحه، ازاي ان انا اشيل حاجه من على الارض، الوضع الغلط والوضع الصحيح. كل ده هنعرفه مع بعض بالصوت والصوره مع سعد المصري، وفي اي قناه فضائيه اتفرجوا عليا، وعلى اليوتيوب اعملوا بس سعد المصري سيرش هتلاقوا كل حلقاتي، وعلى فكره باللغه العربيه الفصحى او باللغه العاميه. نشوف دلوقتي مع بعض التمرين الاول واحنا بنستيقظ من النوم. يلا بينا. دلوقتي اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين الوضع الصحيح للنوم بتاعي ايه. انا دلوقتي نايم على ظهري، فلازم اعرف لما اجي اقوم من الخطا ان انا اقوم كده، اكبر غلط، عشان الظهر بيكون مريح، عضلات اعصابي كلها بتكون مريحه. طب الوضع الصحيح ايه؟ انا ممكن انام كده على ظهري، او الافضل ان انا انام على جنبي اليمين. الجنب اليمين على فكره من الناحيه الاسلاميه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيامرنا ان احنا ننام على الجنب اليمين. انا لما انام على جنب اليمين ده واحط ايديا اليمين تحت دماغي، فبيحصل توازن في الكهرباء بتاعه الجسم، والطاقه الكونيه بتعمل اتزان مع الجسم، لان انتوا زي ما انتوا عارفين الرفلكسولوجي والشياتسو الحاجات الطبيعيه دي بتعمل توازن في العقل والروح والجسد. المهم انا دلوقتي نايم على الجنب اليمين، عشان ابدا ان انا اقوم القومه الصحيحه اروح اقوم كده من الجنب معايا كده اهو، وابدا ان انا اقعد واشد جسمي لفوق. ده الوضع الصحيح للنوم بتاعي. نشوف تمرين تاني. دلوقتي اعزائي المشاهدين كمان هنشوف الجلسه الصحيحه ازاي. معظم الناس لما بتيجي تقعد تروح تقعد على الكرسي كده على الحرف بتاعه ويروح يميل ظهره كده اهو. طبعا القعده دي غلط تماما للقطنيه والعمود الفقري عموما، فيحس بالالام يقول لك انا شاب وانا عادي اقعد كده اهو وبراحتي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعد كده بيجي بيعاني من الام اسفل الظهر. لكن الجلسه الصحيحه كده غلط. امال اعمل ايه؟ لازم ان انا اقعد كده هو والظهر بتاعي مفرود. دي الجلسه الصحيحه للعمود الفقري، والوضع بتاعه ووضع الفقرات بيكون مناسبه جدا جدا مع الجلسه والجاذبيه الارضيه بتاعتي. فالقعده ان انا اقعد في الحرف كده اهو غلط، هي دي الجلسه الصحيحه. نفس الشيء كمان وانا قاعد في العربيه بتاعتي، ما ينفعش وانا بسوق اروح اقعد كده في الحرف واسوق كده اهو وظهري. نبص كده الكاميرا بعد اذنك، تعالى لي كده بص على ظهري يفضل على الهواء او محمل على الهواء، فانا كل التحميل هنا بيكون على الفقرات القطنيه او الفقرات الخمسه من القطنيه. طب المفروض ان انا اقعد ازاي؟ المفروض ان انا بقعد كده هو بالعربيه بتاعتي ماسك الجالون بتاعي، وببدا ان انا ابدا ان انا اسوق وظهري مفروض. تمام؟ نشوف تمرين تاني مع بعض. كمان اعزائي المشاهدين هنعرف الوقفه الصحيحه ايه. ما ينفعش الواحد وهو واقف يا جماعه يقف كده اهو وبصوا كده، شايفين؟ الوقفه دي غلط جدا جدا على الام
اسفل الظهر، هيعمل لي الام هنا في اسفل الظهر. الوقفه دي غلط. هي احسن وقفه هي وقفتك قدام ربنا سبحانه وتعالى في الصلاه. يعني سبحان الله الدين الاسلامي ما سابش حاجه لما اتكلم عنها، حتى كمان في وقفتك للصلاه. فتيجي المفروض ان انت بتقف كده اهو، رجليه مفتوحه بشكل 7 شويه، والظهر بتاعي مفروض، وعينيا دي يا اما قدامي يا اما على قدام الارض، موازي للارض ب 45 درجه. هو ده الوضع الصحيح للوقفه بتاعتي. نشوف تمرين تاني مع بعض. هنشوف دلوقتي اعزائي المشاهدين موضوع مهم جدا جدا احنا بره بنغفل عنه. ازاي؟ لما انا اشيل شنطتي من على الارض او اشيل اي حاجه من على الارض، اكبر غلط ان انا اشيل الشنطه بتاعتي كده صعب جدا جدا. هتلاقي فيه الام على طول جدا هنا في فقرات الظهر من تحت، الفقرات القطنيه والديسك، وكمان عندي في عضلات الفخذ من ورا بتلاقي فيه شد وفيه الم. فما ينفعش ان انا اشيل الشنطه بتاعتي كده هو، او اشيل اي حاجه سواء كانت تقيله او خفيفه. طب الوضع الصحيح بتاعي ايه؟ ان انا الشنطه بتاعتي قدامي، يا اما بشيلها كده واطلع بحيث ان الظهر بتاعي يكون مفروض وما فيهوش اي مشكله، وابدا ان انا اتحرك طبيعي جدا. وخد بالك ان اي حاجه انت بتشيلها لازم تبدلها ما بين دراعاتك الاثنين. ما ينفعش ان انا امشي مشوار طويل جدا او اروح اي مشوار وانا شايل على طول شنطتي دي مهما كان تقولها بايديا اليمين بس، لا لازم ابدل بايدي دي شويه وبعد كده ايديا دي شويه. ده يعني حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها عشان يحصل توازن للاكتاف والعضلات اللي خاصه بالايدين، ما تلاقيش دراع اقوى من دراع الثاني اضعف منه. نشوف تمرين تاني مع بعض، يلا بينا. بنكمل اعزائي المشاهدين ازاي هبدا نشاطي اليومي، ازاي هزاول بعض الحركات الرياضيه اللي هي تمرينات الاطاله للعضلات اللي بينتج عنها مرونه في العضلات، عضلات الظهر والاطراف السفلى، حتى تعمل بكفاءه تامه، وده بيقلل حدوث التقلص بها وبيقلل حدوث الام اسفل الظهر. نشوف كده معايا الترينر الاستاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ كله تمام يا كوتش؟ طيب النهارده ان شاء الله هنبين حضرتك اهل علم طبعا وخريج تربيه رياضيه وراجل بسم الله ما شاء الله ترينر ممتاز ومسير ومساج، حاجات كتير جدا جدا. محمد من الاصدقاء الشخصيين ليا ومتقربين جدا ليا، هيعلمنا دلوقتي ايه التمرينات اللي هي المفروض ان انا اعملها عشان نتجنب الام حدوث اسفل الظهر، الام اسفل الظهر. نشوف التمرين الاول كده. اتفضل يا استاذ محمد. واحنا بنرفع رجلينا اليمين وبنقربها كده وبنريح طبعا دماغنا. بنعملها قد ايه؟ لمده 20 ثانيه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. شكرا. بننزل رجلينا دي وبنرفع الرجلين اليمين ونعد نفس العدد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. شكرا. هنعمل التمرين الثاني وهو رفع الرقبة عشان نحافظ على عضلات الرقبة شوية، فقرات الرقبة. نعمل تمرين. أيوة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ننزل نريح. بنكرر التمرين ده حوالي 3 مرات، كل مرة 15 ثانية. أول مرة 15 ثانية، تاني مرة 10 ثواني، تالت مرة 5 ثواني. نعمل المرة التانية. اتفضل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نريح. آخر مرة. اتفضل. 1 2 3 4 5 ونريح. وننتقل إن شاء الله في الحلقة اللي بعد كده ونشوف تكملة التمارين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.